إن شاء الله النهاردة هنعمل البسبوسة المرملة الدايبة بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير ما نكرمل سكر ولا زبادي ولا حتى بيكنج باودر. وهقولك ازاي ما تطلعش معاكي ناشفة ولا مفرولة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنجهزها الشربات أو الشيرة. عندي كوباية ونص من السكر، أنا هستخدم كوبايات الشاي العادية في جميع المكونات. زيهم بالظبط كوباية ونص من المية بتكون قد السكر. شربات البسبوسة بيكون خفيف وبارد. لو الشربات تقل معاكي تعرفي ان البسبوسة هتطلع معاكي ناشفة. ودي اول حاجة. عليها نص عصرة ليمونة، معلقة صغيرة من السمنة. انا مش بقلب الشربات خالص، برفعه على النار ياخد غلوة واحدة وهطفي عليه. هجهز صينية بمسحها مسحة من السمنة بالشكل ده. هضيف كوباية الا ربع من السمنة، عليهم كوباية من السكر وكوباية من اللبن او الحليب. وعندي معلقة كبيرة هرمية من عسل الجلوكوز، بقلبهم على البارد وهرفعهم على النار يا دوبك يدفوا. أنا عايزة السكر معايا يدوب، أنا مش بغليها ولا بسخنها قوي، أنا عايزاها تكون دافية بالشكل دوت. عندي نص كيلو من دقيق السميد أو السامولينا، بضيف عليه الخليط. البسبوسة ما بتتعجنش، ودي تاني حاجة عشان ما تنشفش منك. البسبوسة بقلبها كلها بالشكل دوت، وهستخدم أطراف صوابع إيديا كده عشان أتأكد إن كلها اتغلفت بالسمنة. بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيفها كده في الصينية، بتكون القوام بتاعها ولا هي خفيفة قوي ولا هي سميكة قوي. بصوا حتى بتنزل في الصينية، بصوا بتتفرد، شايفينها. ببدأ إن أنا أفردها بقى بصوابعي كده، أو تخبطيها خبطتين هتتفرد معاكي بكل سهولة بالشكل دوت. شايفينها اهي. عندك بقى مكسرات، عايزاها سادة أو عايزاها بالمكسرات أو بالسوداني، التزيين اللي يعجبك ضيفيه بالشكل دوت. هكون مجهزة الفرن على درجة حرارة 200، أخدت معايا نص ساعة بالظبط 30 ثانية. وأول ما بتطلع معايا شايفينها لونها حلو قوي وفيها بعض التشققات، دي عادية جدا. لما بنزل عليها بالشربات خلي بالنا يكون بارد، ما ينفعش سخن على سخن، يكون بارد. شايفين بتتشرب بسرعة، البسبوسة بتكون سخنة وأول ما بينزل عليها الشربات بتشربه بسرعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. شايفين كل التشققات اللي كانت فيها اختفت تماما. طبعا أنا بولع من تحت الفرن ومن فوق بولع الشواية عشان تاخد اللون الذهبي الحلو ده. قربها لكم شوية، شوفي شايفين مفيش أي تشققات فيها. عايزة أقول لكم ريحتها جميلة جدا وسهلة، بسيبها تبرد خالص وهبدأ إن أنا أقطعها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهلة وبسيطة بدون أي إضافات، مفيش أبسط من مكوناتها. هبدأ أقطع لكم كده قطعة منها. شايفين بقى السكينة، بصوا بتجري فيها ازاي، يعني طرية جدا. ولو التزمتوا بالمعلومات اللي أنا قلتها هتطلع معاكم حلوة قوي من أول مرة. شايفين بقى البسبوسة متماسكة وحلوة جدا. حتى بصوا اما اقطعها بتلاقوها بصوا طرية ودايبة. بصوا جربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.